الكنافه هي الديزرت اللي انا بستنى رمضان عشان اكلها، خصوصا لو معموله بالطريقه دي. كنافه كابس مفيش احلى منها. يلا بينا نشوف دي اتعملت ازاي. اول حاجه نبدا بيها ان احنا نقطع الكنافه، ويستحسن ان احنا نكون سايبينها في الفريزر عشان تتقطع بسهوله. بعد ما قطعنا الكنافه ناخدها على الطاسه. في طاسه سخنه انزل بشويه زبده او سمنه، ولما الزبده تسيح كده ننزل على طول بالكنافه. اهم حاجه نفضل نقلب فيها باستمرار عشان كلها تاخد نفس اللون، مش عايزاها تتحرق. لما خلاص تاخد اللون الجولد ده اطفي عليها. ودلوقتي بقى نحطهم في الكاسات. نحط الاول طبقه كنافه، ودي الطبقه البيس فعايزاها تبقى تقيله شويه يعني تبقى كتير. هبططها بالمعلقه. الكنافه شكلها حلو قوي، هي واخده لونين. اللي عرفتوا تعملوا دي يبقى حلو قوي. وحط عليها طبقه لوتس. دي بقى انتوا ممكن تختاروا براحتكم، تختاروا لوتس، تختاروا نوتيلا، تختاروا كريم عادي زي ما تحبوا. نزود كنافه تاني وننزل عليها من فوق بقى باللوتس شويه بسكويت متكسر. نفس الحاجه نزود البسكويت من فوق. كده يبقى معانا احلى كنافه كابس. جربوها عشان هتعجبكم جدا. هستنى رايكم في الكومنت.